السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شباب سنة تالتة عاملين إيه؟ رب تكونوا بخير. أنا سعيد عليكم إن شاء الله. معانا مع بعض معاكم أخوكم حسن حمدي. إن شاء الله نشرح مادة المصطلحات الطبية terminology السنة دي. ومعانا فيها أول حاجة نعرفها هي محتوى المادة، مكونة من 9 وحدات. كل واحدة فيهم بتتكلم في موضوع معين. الوحدة الأولى والثانية زي بعض، بيكملوا بعض. بيتكلموا عن الإعاقات في الأطفال. الوحدة الثالثة بتتكلم عن pregnancy induced high blood pressure، ضغط الدم المرتفع لما بيحصل في الحمل. عندنا اللهم صل على محمد cesarean section، يعني الولادة القيصرية cesarean section. عندنا dilation والcurettage DNC، ده اختصاره المعتمد. ده برضه له معنى تاني، بس إن شاء الله لما نوصل له تعرفوا أكتر. عندنا البويزنين children، التسمم في الأطفال. عندنا البيرنز اللي هي الحروق. الفيرست ايد يعني الإسعافات الأولية، اللي المفروض كل واحد يعرفها which أو what everybody should know. وعندنا البلاستيك سيرجري. البلاستيك سيرجري يعني الجراحة التجميلية. نصلي على النبي ونبدأ في أول موضوع، اللي هو الطفل اللي موجود مع إعاقة. الطفل اللي مولود بإعاقة ده، أول حاجة نعرف إيه في الوحدة ديت، خليها تعرف فيها تعريف الإعاقات. عندنا فئات الإعاقات، وعندنا إن الإعاقة لها كذا نوع، وناخد أمثلة على كل نوع، وأهمية التشخيص المبكر وطريقة التشخيص المبكر أصلا. تمام؟ طيب، وقال لي بسم الله. أول حاجة نعرفها تعريف الإعاقات، وهي قال لي طفل معاق handicapped child can be defined as، ممكن نتعرف كإيه؟ واحد أو طفل suffering from، بيعاني من any continuing disability of body، فبيعاني من أي مشكلة مستمرة في جسمه، في البادي أو الانتلكت العقل أو البرسوناليتي. يبقى هم عندنا 3 جوانب ممكن المشكلة في الإعاقة دي تحصل فيهم. عندنا الجسم، عندنا العقل، عندنا الشخصية. فممكن يبقى جسم اللي هو هنقول عليها كمان شوية physical اللي هو بدني، ومنتال اللي هي لنا intellect، راحت في هنا اهي intellect. وعندنا البرسوناليتي، هنا تلاقيها emotional، حاجة عاطفية. تمام. يعني ممكن تكون في مشكلة في his body أو intellect أو personality. تمام. صلوا على النبي، اللي هو اختصارها BIP، which is likely to interfere with his normal growth. محتمل إن هي interfere يعني تتداخل مع النمو الطبيعي والdevelopment وتطور النمو والcapacity to learn. تمام. هتأثر على مشكلة النمو أو مشكلة في التعلم، فهنا يبقى بيحصل لنا إعاقة handicap. طيب however، مع ذلك although their problems differ widely، رغم إن مشاكلهم بتختلف بشكل كبير، إيه اللي حصل؟ قال لي الهانديكاب children and their parents share certain aspects in common، إلا إن برضو في بعض الآباء والأبناء بيشتركوا في بعض المشاكل، في الجوانب المشتركة. ولهذا السبب قال لك مهم إن أنت تعتبر المشكلة as a whole، ككل. بص المشكلة ككل as well as in separate sections، وكذلك في أقسام منفصلة، لتشمل جانب العلاجي والجانب الأسباب. أسباب إن ممكن في بعض الإعاقات يبقى ناتجة عن وراثة، جينات وراثية، زي السمع، البصر، أيا كان المشكلة، آه، الكلام ده كله. قال لي أو ممكن الحركة، حد عنده شلل، أو من الجانب النفسي إنه الطفل حتى هو كده والحمد لله أهله كان سلام، بس الجين عنده ما كانش ظاهر، ولكن لما ظهر عنده بقى أصبح هو بيعاني هو وأهله. هنا أصبحت المعاناة مشتركة، فسواء هنا أو هنا فالجملة تشتمل المعنيين يعني. قال لي الماجورتي يعني معظم الهانديكابس، قال لي معظم the majority of the handicaps fall into، تندرج لكذا فئة categories.
اللي هي physical mental emotional. عشان ركزوا عشان ده سؤال، يبقى السؤال النقطة رقم 3 دي موجود فيها سؤال. أقول لي فين؟ أقول لي هنا. إيه هي what are the categories of handicaps؟ إيه هي الفئات؟ زي physical handicaps. قال لي ممكن تكون motor أو sensory. موتور أو سنسوري. موتور يعني حركية، سنسوري يعني حسية. زي ما قلنا ممكن أنا ما بكونش واحد ربنا يعافينا ما بيكونش بيقدر يتحرك، سواء إيده أو رجله، سواء شلل نصفي أو سواء شلل كلي على بعض. أو سنسوري ممكن واحد رؤية عنده ضعيفة، السمع عنده ضعيف، ما بيعرفش يتكلم كويس، الكلام ده كله. هنا قال لي اللهم صل على محمد موتور أو سنسوري. قال لي ولكن لو الناس اللي عندهم موتور هانديكاب، النسبة الأعظم منهم the greater proportion of those with motor handicap have cerebral palsy. بالنسبة لمعظم الناس اللي عندهم مشاكل حركية، اللي بيعانوا من شلل دماغي أو شلل في الحبل الشوكي، تمام، اللي هو الإيه؟ الشلل النخاعي. قال لي وذا الأثر اللي هو الحبل الشوكي، تمام، اللي حصل فيه، قال لي بيبقى associated with spina bifida. طيب أنا دلوقتي مش عارف السباينا bifida. تعالوا بقى بسم الله ما نشوف كده صورة ليها. قال لي السباينا bifida هي عبارة عن خلل في تكوين الحبل الشوكي والقناة العصبية، الحبل الشوكي والعمود الفقري. بيبقى فيه وجود جاب. أول حاجة إن في الفقرات هنا في جاب هنا ما بينهم. تاني حاجة إن في ساك. في ساك يعني كيس تكون، وفي خلل ديفكت في الفورميشن، في خلل في التكوين. اللي حصل إن المية خرجت يا جماعة في السين في الكيس ده. قال لي طب هو اصلا في ميه هنا؟ قال لي اه في سائل هنا في الحبل الشوكي وفي المخ، اسمه الايه، اسمه السي اس اف. مش عارفهم الكلام ده كله، بس السباينا بيفيدا ان حصل السباين اللي هو العمود الفقري، تمام، حصل بيه بيفيد. يعني ايه؟ يعني انقسم او انشق نصين. تمام. تمام. نرجع تاني لايه، لموضوعنا. يبقى هنا قال لي الإعاقات الفيزيكال ممكن تكون موتور، ممكن تكون سنسوري. قال لي الجريتر بروبورشن، النسبة الأعظم من الإيه، من الجريت من الموتور هانديكاب عندها سيريبرال بالسي شلل دماغي، أو سباينال بالسي شلل نخاعي. والشلل النخاعي ده ممكن يكون associated with spina bifida، مرتبط بالspina bifida. طيب أول سؤال زي ما قلنا عندنا تعريف الهانديكاب تشايلد والكاتيجوريز. طب نشوف بقى الملحوظة رقم 5 اللي بيكلمني فيها في الإعاقات في الأطفال. قال لي other motor defects، المشاكل الحركية الأخرى بتنتج من result from يعني ينتج من congenital dislocation. dislocation يعني location يعني موضع، وديس يعني تغير في الموضع، وcongenital يعني حصلت فيه أثناء ما هو بيتكون في بطن أمه. of the hip، يبقى في مشكلة في خلقي الورك. يبقى الهب ده ومفصل الورك. مفصل الايه؟ مفصل الورك أو مفصل الحوض. تمام. قال لي congenital أو acquired limb deformities، يعني الحاجات المشاكل اللي بتحصل في الأطراف، سواء كانت في متكونة أو حصلت خلل أثناء ما الطفل كان بيتكون، فاسمها congenital أثناء ما الطفل كان بيتكون. أو acquired بعد ما الطفل تكون، بعد ما الطفل خرج بره بطن أمه بعد ما اتولد، اللي حصل بقت اسمها acquired. فقال لي المشاكل الحركية بتنتج من congenital dislocation من الهب، و congenital أو acquired limb deformities، فالمشكلة في مفصل الحوض اللي حصل إن هو مبقاش بيقدر يحرك رجله. أو مشاكل في الليمب ديفورميتيز، مشاكل برضو في الأطراف. تمام. تمام. قال لي including محتوية على those resulting from administration of الثاليدومايد. أيوة. هنا بقى الثاليدومايد هو دواء يستخدم في علاج السرطانات، زي سرطان البون مارو كانسر اللي هو في نخاع العظام. بنستخدم الثاليدومايد ده علشان يعالج السرطان ده. بس لو الحالة ديت كانت حامل،
إذا هيأثر على مشاكل كتيرة جدا في الطفل في الجنين وبيتكون، فيعمل له أرثرو. يعني إيه أرثرو؟ يعني حاجة ليها علاقة بالإيه؟ لها علاقة بالأطراف. تمام. أرثرو معناها باللغة، لأن عندنا مصطلحات طبية مش إنجليزي، عندنا مصطلحات لاتينية، فبالتالي لو جيت تترجموا معنى أرثرو مش تعرفوها. تاخدوا بالكم هي كلمة على بعضها، ولكن بيبقى في اللاتين عندنا حاجة اسمها روت، يعني جذر الكلمة، بنحطها بادئة بريفكس زي ما كنت بتاخدها في الإعدادي، وعندنا السافكس. السافكس ديت الإيه؟ النهاية. البريفكس بتختلف من كلمة، والسافكس بيختلف من كلمة، ولكن مش علينا دلوقتي الموضوع ده. هناخد دلوقتي أرثرو. يعني إيه أرثرو؟ يعني أطراف. جرايبوزيس. أرثرو جرايبوزيس يعني في مشكلة أو انحناء أو اعوجاج، يبقى في اعوجاج في الأطراف. يعني هنشوف كمان شوية، ولكن مالتيبلكس يعني حاجة، يبقى اعوجاج في الأطراف متعدد. لما تيجي نشوف كده الصور، إيه الثاليدومايد اللي بيعملها الأطفال. صلوا على النبي. شايفين المشاكل دي كلها؟ شايفين الطفل ورجله عاملة ازاي؟ شايفين ايده صغيرة ومعوجة، وفي مشاكل يعني صعبة جدا. ربنا يعافينا يا رب ويحفظنا. شايفين؟ شايفين المشاكل دي كلها؟ شايفين طول رجله؟ شايفين انحناء رجله؟ شايفين؟ ده كله اسمه ايه؟ arthrogryposis multiplex. arthrogryposis multiplex. صلوا على النبي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. صلوا على النبي كم مرة. يبقى هنا السؤال رقم 5 جايب لي عليه سؤال. النمرة رقم 5 في الملاحظات جايب لي عليها سؤال بيقول لي إيه؟ What does the administration of thalidomide during pregnancy result in؟ يعني إيه result in؟ يعني أدي لإيه؟ administration يعني إيه administration؟ يعني إن أنت تاخد دواء، سواء حقن أو سواء كم. تمام. ده اسمه إيه؟ اسمه administration. بقى إيه الادمنستريشن أو إدخال الثalidomide للجسم during pregnancy result in؟ يعني بينتج عنه إيه؟ قال لي هنا اهو thalidomide and rare ده ايه اللي حصل؟ قال لي بينتج عنه acquired congenital limb deformities، وعندنا هكذا dislocation بتاع الهيد. تمام. يبقى ينتج عن dislocation of hip و congenital أو acquired limb deformities. هي ديت الإجابة إيه موجودة معانا إن شاء الله. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي بالنسبة احنا خدنا الفيزيكال ديفكتس. طب البرنسبل بقى بتاع السنسور. the principal sensory defects are visual or auditory. بقى الحاجات الأساسية في المشاكل السمع أو العيوب الأساسية اللي ممكن تكون visual أو auditory، ممكن تكون بصرية أو سمعية. والmental handicap comprises those who are mentally retarded. وكلمة إعاقة عقلية بتشمل أو تعني الناس اللي عندهم مشاكل فعلا وتأخر في العقل. It also includes بتضم الإيه؟ الأوتيزم، التوحد. Although such children may not be mentally retarded. فالتوحد من ضمن الحاجات المشاكل العقلية، ولكن رغم إن هو ممكن ما يكونش أصلا متأخر عقليا، ولكن دي برضه إيه؟ دي برضه من ضمن الإيه؟ من ضمن الحاجات اللي تحت المنتال هانديكاب. يبقى تضم المنتالي ريتاردد، وكذلك تضم التوحد. يبقى اللي عنده مشاكل في العقل فعلا ومشاكل في التفكير فده هانديكاب، وبالتالي برضو اللي عنده mentally retarded، قصدي اللي ما عندوش mentally retarded زي التوحد بقى، فالتوحد زي اللي عنده تأخر عقلي. طيب عندنا children with an emotional handicap. الناس أو الأطفال اللي عندهم مشاكل أو إعاقات عاطفية أو نفسية، دي إيه اللي بيحصل فيهم؟ قال لي maybe physically and mentally normal. ممكن يكونوا جسديا ما فيش عنده أي مشكلة، عقليا الراجل بيفكر كويس وما شاء الله يعني دراسته وفهمه تمام. but very often في كثير من الأحيان children with either of these handicaps
develop secondary emotional problems. يعني ايه secondary؟ يعني مترتبة على حاجة تانية. يعني أنا عندي دلوقتي الحمد لله physically مفيش مشكلة، mentally مفيش مشكلة، ممكن يبقى عندي حاجة emotional. قال لي يعني طب ناتجة ازاي أو ايه سببها؟ قال لي secondary. يعني ايه secondary؟ يعني قال لي في عندي حاجة primary وعندي حاجة secondary. قال البرايمري دي أول مرة تحصل أو هي حاصلة من نفسها، تمام. السكندري ديت حاصلة نتيجة لحاجة تانية. يبقى عندنا دلوقتي خدنا 7 ملاحظات نركز عليها. صلوا على النبي بسم الله. أول حاجة عرفنا الهانديكاب، وقلنا هو طفل بيعاني من إعاقة مستمرة في جسمه، في عقله وفي شخصيته، ممكن تتداخل مع النمو الطبيعي بتاعه وتطور. طيب قال لي بعد كده، قال لي اللهم صل على محمد إن المفروض أنظر للمشكلة consider the problem as a whole ككل as well as in separate sections. هبص لجزء معين ولكن أبصلها ككل، وأبص إنه الطفل المعاق ده برضه معاه أسرته بيعانوا كلهم مع بعض. وقال لي معظم الإعاقات تندرج تحت فئات زي physical mental emotional. physical mental إيه emotional، يعني جسدية، عندنا عقلية، وعندنا نفسية أو عاطفية. طيب قال لي الفيزيكال اتكلمنا عنها موتور وسنسوري، يعني حركية وحسية. والنسبة الأكبر من الناس اللي عندهم موتور يكون عندهم cerebral palsy شلل دماغي أو spinal palsy، والspinal palsy بيكون معاها spinal bifida. وبعد كده خدنا، قال لي اللهم صل على محمد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الموتور ديفكتس، المشاكل الحركية أو العيوب الحركية بتنتج من congenital dislocation. تمام، في مشاكل حصلت في تموضع مفصل الورك أو مفصل هنا مفصل الحوض. طيب وعندنا كذلك إيه؟ قال لي congenital أو acquired limb deformities، المشاكل اللي بتحصل في الليمب deformities في الأطراف، زي الايه، زي اللي تنتج من الثاليدومايد اللي هو الايه ارثروجرايبوزيس مالتيبلكس. ارثرو يعني في لها علاقه بالمفاصل، ورايبوزيس انحناء او اعوجاج، ومالتيبلكس متعدد موجود في كذا طرف من الاطراف. وقال لي المشاكل الحسيه، احنا كده دلوقتي خدنا الايه الفيزيكال. الحسيه بقى، قال لي الحسيه بتبقى فيجوال واوديتوري. فيجوال واوديتوري. طب والمنتال؟ قال لي المنتال بتبقى تشمل ايه؟ صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تشمل الناس اللي عندهم تأخر عقلي فعلا، أو الناس اللي عندهم توحد. رغم إن هو ممكن ما يكونش عنده، إن المتوحد ده ممكن ما يكونش عنده فيه مشكلة، ممكن يبقى فيه مشكلة بس ممكن ما يبقاش فيه مشكلة. قال لي برضه الاتنين تحت الإيه المنتال هانديكاب. قال لي طب والإيموشنال بقى؟ قال لي الإيموشنال ممكن تبقى فيزيكالي ومنتال نورمال، يعني طبيعي جدا فيزيكال كجسم وكعقل، لكن المشكلة عنده، قال لي سكندري، المشكلة عنده إيه ثانوية. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نيجي عند المشكلة رقم أو النقطة رقم 8. قال لي البريفنشن بقى. يعني إيه بريفنشن؟ لما خدناها في سنة أولى قال لي البريفنشن هي الحماية، هي الوقاية بين الإيموشنال بروبلمز، من المشاكل العاطفية is one of the major aims of therapy. إن أنا أخلي بالي من نفسية الطفل ده، أخلي بالي من عواطف الطفل ده، ما أجيش عليه بزيادة who are physically أو mentally handicapped. ليه؟ لأن هو عنده إعاقة جسدية، أنا طورتها له لما حصل تنمر، لما حصل مشاكل من المجتمع حواليه، مفيش حد متقبله أو نظرات الناس ليه، حصل له علاوة على ذلك، بالإضافة اللي عنده حاجة فيزيكال أو حاجة منتال، حصل له كمان ايموشنال، حاسس إن هو عنده مشكلة نفسية. تمام. ومع ذلك أي كرونيك ديزوردر، يعني إيه كرونيك؟ يعني أعرفها بعدين إن شاء الله، يعني حاجة مزمنة. حاجة إيه؟ حاجة مزمنة. طيب أي كرونيك ديزوردر، يعني إيه كرونيك ديزوردر؟ يعني ديزوردر يعني خلل، أي خلل مزمن ممكن يؤدي لهانديكاب، لإعاقة. زي إيه؟ for example قال لي the child with epilepsy، اللي عنده صرع may be handicapped. تمام، الولد اللي عنده صرع ممكن يبقى إيه handicapped، عنده إعاقة. طب إزاي بقى؟ على الرغم من ال modern treatment should prevent this. عنده إعاقة في، ممكن يصيب نفسه في نوبات الصرع، يصيب نفسه أو يؤذي نفسه في أطرافه. تمام. أو ممكن يبقى عنده emotional برضه في مشكلة، يبقى physical ممكن يحصل له مشكلة. قال لي عندي emotional ممكن يحصل له فيه مشكلة.
على الرغم إن الأدوية الحديثة بيقول لي إن هو ممكن نوبات الصرع دي تقللها أو يعالجها والكلام ده كله، ولكن برضه ما زال إن الصرع ممكن يعمل إيه؟ ممكن يعمل لي هانديكاب إعاقات. قال لي الearly diagnosis بقى التشخيص المبكر للإعاقة وكذلك إن أنا أعمل له management correct management، يعني أدير الموضوع ده كويس أو أعالجه كويس. قال لي require the closest cooperation، بيتطلب أقرب عملية وعملية يبقى في خدمة صحية بين الجنرال براكتيشنر الممارس العام والبيدياتريشن والإيه طبيب الأطفال and the doctor in working in the public health service. يعني بيبقى محتاج عندنا cooperation تضامن أو مساعدة ما بين الممارس العام الطبيب اللي هو الامتياز، وعندنا طبيب الأطفال، وكذلك الطبيب اللي بيعمل في الوحدة إيه المركز الصحي العام أو الوحدة الصحية. ليه بقى؟ علشان to ensure يعني إيه يتأكد إن الطفل receive the best possible care، وعلشان أمنع أو ال early diagnosis أو ال corrective management محتاج cooperation. والسؤال هتلاقيه هنا أهو، صلوا على النبي بسم الله. هنا أهو بقى لي أي chronic disorder ينتج عنه إيه؟ قال لي handicap، أنا هشاور لكم عليها دلوقتي. والايرلي diagnosis والcorrect management الهانديكاب child require a what do early diagnosis والcorrect management require a. يبقى عندنا السؤال رقم 4 والسؤال رقم 5. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال لي هنا اهو، هنا بص الإجابة هنا هي chronic disorder may result in a handicap، يبقى ينتج عنه إيه؟ ينتج عنه handicap إعاقة. وقال لي ال early diagnosis وال correct management الطفل المعاق محتاج أقرب تضامن وتعاون، عملية متعاونة يعني فيها تعاون، operation يعني عملية، تمام. محتاج cooperation، تمام، تعامل وتضامن من إيه؟ بين المريض الممارس العام وطبيب الأطفال والطبيب اللي بيشتغل في الوحدة الصحية، علشان الطفل يحتاج إيه؟ أو يستقبل أفضل رعاية. طيب صلوا على النبي. قال لي such doctors must be experienced in the problem. الدكاترة دولت المفروض يكونوا يعني عندهم خبرة في المشاكل بتاعت الأطفال المعاقين، being on the alert for associated defects، عشان يكونوا على حالة alert يعني حالة تأهب عشان يعرفوا يكشفوا عن هذه العيوب الإيه المرتبطة. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بيتكلم لي although على الرغم من many of the handicaps، على الرغم من إن الإعاقات ديت بتأثر على organs systems معينة، إلا إن في possibility of multiple handicaps must be considered. ممكن يحصل كذا واحدة مع بعضها، مش ممكن نلاقي واحد ما بيسمعش، واحد ما بيشوفش، صح؟ وفي أنا أعرف حالة ما بيشوفش ما بيسمعش ما بيتكلمش، واخدين بالكم؟ زائد إن ممكن يكون مثلا عنده مشكلة في الرؤية، زائد مشكلة في الأطراف، وهكذا. فممكن يحصل إيه؟ قال لي multiple handicaps must be considered. ممكن أحاول كدكتور أطفال كممارس عام أو ده كله المفروض ياخد باله من إيه؟ من النقط زي دي. قال لي otherwise على الرغم من ذلك أو وإلا for example a child might be receiving treatment for his cataracts but his associated deafness remain undetected. يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا ممكن الطفل يكون receive treatment لكاتاراكت، هو عنده كاتاراكت، تمام، فبالتالي عنده مشكلة في العين. طب ايه هو الكاتاراكت؟ هنشوفه دلوقتي. هو عنده مشكلة في العين، ولكن ما زال على الرغم من ذلك ان الديفنس السمع فيه مشكلة. هو عنده مشكلة في النظر وعنده مشكلة في السمع. طيب هو ايه بقى الكاتاراكت؟ صلوا على النبي. الكاتاراكت هو المية البيضاء، يعني في ترسب من البروتينات وترسب من الفايبرز الألياف بيكون مترسبة هنا في القرنية، هنا نورمال، هنا في ترسب. طب الصورة الطبيعية بقى، يعني صورة شخص يعني عنده المرض ده هنا أهو،
مش اي حاجه الحمد لله. وهنا بص شايفين الفكره، رص الميه البيضاء عامله ازاي. اللي بيحصل بقى ايه، ان الدكتور بتاع العيون بيشتغل معاه ليزر والكلام ده كله، او ليزك والكلام ده كله. حد عنده اي مشكله؟ طيب صلوا على النبي. يبقى هنا قال لي ممكن الطفل يكون بيستقبل علاج للكاتاراكت، ولكن رغم ذلك ان قال لي الاسوسييتد ديفنس السمع المرتبط بالمشكله ديت مش عارفين نحدد ايه سببه. انت تعالج حاجه والتانيه ايه لسه بتدور على علاجها، يا ترى يبقى عامل ازاي. probably about 30%، قال لي 30% من الهانديكابد children have more than one handicap. مش 30% من الأطفال، لا 30% من الأطفال المعاقين عندهم أكتر من مشكلة واحدة. طيب ال early diagnosis بقى، أنت كلمتنا عن ال early diagnosis إن هو متطلب إيه؟ متطلب اللهم صل على محمد، آه، تشخيص وتعاون مبكر من أطباء وإن المفروض يكونوا مؤهلين. واتكلمت لي بعد كده على اللهم صل على محمد الإعاقة ممكن تكون متعددة. وكذلك كلمت لي إن أنت ممكن تعالج حاجة والحاجات التانية اللي معاها مش لسه بتدور على سببها مش عارف تعالجها. قال لي إن 30% من الأطفال المعاقين عندهم أكتر من إعاقة واحدة. وبعد كده قال لي الإيه، ال early diagnosis may in some disorders بعض المشاكل قال لي prevent the development of a primary handicap. فالتشخيص المبكر ممكن يمنع لي مشكلة كانت هتحصل ممكن، والمشكلة دي لو كانت حصلت هيبقى صعب التغلب عليها فيما بعد. قال لي as in the prevention of blindness، في فكرة الوقاية من العمى by the treatment of squint. يبقى أنا لما أعالج طفل عنده حول، أنا بالتالي ممكن يحصل له في القابل، كان ممكن يحصل له عمى، فأنا إيه، أنا عالجته زي الأطفال هنا. والعمى أصلا السكوينت أصلا له كذا حاجة. تمام، شايفين ده الطبيعي إن الفكرة يبقى على نفس الأبعاد، على نفس الأبعاد وعلى نفس الموضوع. لو دي هنا المفروض يبقى دي هنا، لا ده هنا إيه، العين هنا ناحية الأيليد في اللاترال أيليد، طبعا أنتوا مش عارفين الكلام ده كله. وهنا اللهم صل على محمد في النص، هنا في النص، هنا راح جاي داخلة لجوه. تمام، هنا لتحت، هنا لفوق، وهكذا الكلام ده كله. فده السكوينت اللي هو الحول. طيب الايرلي diagnosis قلنا في بعض الحاجات المشاكل الخلل اللي ممكن يمنع لي تطور مشكلة فعلا كبرايمري، مثل الايه البريفنشن او الوقاية من العمى من خلال ان انا اعالج السكوينت، او prevention of mental retardation المنتال التأخر العقلي بسبب الدايتري تريتمنت اوف فينايلكيتونوريا وجلاكتوزيميا. دول بيتعملوا تحليل الكعب لما الطفل بيبقى لسه مولود، بيعملوا له فينايلكيتونوريا وجلاكتوزيميا، وكذلك الايه تحليل الغدة التشخيص المبكر. طيب الفينايلكيتونوريا ايه اللي بيحصل فيه؟ قال لي مشاكل في الانزيمات، وبيبقى فيه نقص في الانزيم، بالتالي بيحصل مواد اسمها كيتونات. الكيتونات دي بتعمل أضرار على المخ، فبالتالي بيحصل للطفل تأخر عقلي. أو جلاكتوزيميا، إن الجلاكتوز كتير. طب إيه فكرة الجلاكتوز؟ قال لي مع الجلاكتوز من مكونات اللبن بتاع الأم. الجلاكتوز ده لو زاد يصبح إن الطفل يحصل له مشاكل كتيرة جدا عقليا والنوم، ومشاكل الطفل بيبكي أو أيا كان، والطفل يرفض الرضاعة. بيحصل مشاكل كتيرة جدا. ممكن تورينا بعض المشاكل؟ قال لي هي صلوا على النبي. ثنائي الكيتونوريا ممكن الطفل يجيله غثيان وترجيع، ممكن يجيله بالنسبة للبامبرز بتاعه يبقى فيه مصي أودر، هيبقى فيه مشاكل ليها ريحة كده نفاذة. تمام، وعندنا الجروث ديلي في مشاكل في النمو، عنده اكزيما، عنده تريمورز ورعشات، ففي مشاكل كبيرة جدا في الموضوع. طيب عندنا في الجلاكتوزيميا قال لي في برين دامج، في كاتاراكت كمان، مشاكل في العين اللي احنا لسه شايفينها، في عنده صفرة، وفي enlarged liver،
عنده الكدني دامج، يبقى في كدني في مشكلة. الكلية يعني كدني يعني كلية، والليفر يعني كبد، يبقى الكبد بتاعه كبير، حجمه كبير من الطبيعي، وعندنا الكدني اللي هي الكلية فيها مشكلة. فده كله من الحاجات اللي التشخيص المبكر يبقى له فايدة فيها، إن أنا بمنعها. اسمها diet free treatment of phenylketonuria أو galactosemia، وده ال early diagnosis ممكن يعملها. تمام. هيجي لي هنا أهو السؤال رقم 6، يقول لي how far إلى أي مدى أو إلى أي بعد ال early diagnosis التشخيص المبكر important. ده important ونص كمان يعني. قال لي طب يقول لي كده ليه؟ صلى على النبي. قال لي أول حاجة prevent the development of a primary handicap، يمنع لي تطور مشكلة فعلا كانت مبدئية. زي إيه؟ قال لي زي ال prevention بتاع ال blindness by treatment of a squint، إن أنا أمنع العمى من خلال علاج الإيه؟ الحول. أو prevention of mental retardation من خلال إن أنا أعالج مبكر للفينايل كيتونوريا والجلاكتوزيميا. تمام. ده بالنسبة لدرس النهاردة. الحمد لله الوحدة الأولى خلصت. طيب بالنسبة للكلمات نقرأها: handicap، disability، capacity، motor، cerebral palsy، spina bifida، congenital، thalidomide، visual retarded، epilepsy، general practitioner، شن TION شن practitioner، cataracts، phenyl ketonuria، handicapped، intellect، categories، sensory، spinal palsy، defect، dislocation، arthrogryposis multiplex، auditory، chronic، diagnosis، pediatrician squint galactosemia. بالنسبة للأسئلة: عرف لي الطفل المعاق، ايه هي فئات الإعاقة، هو الثاليدومايد ممكن يعمل لي ايه، كرونيك ديزوردر ممكن ينتج لي الإعاقة. تمام. طيب الايرلي دايجنوزيس محتاج ايه بالظبط؟ قال لي كوبريشن، بتقول له بعد جنرال براكتيشنر، كمل الكلام ده كله. وهاو فار هو مهم يعني قد ايه. نعلم لكم على الحاجات مهمة. وكان معكم على هواء مباشرة حسن حمدي، ونراكم في درس لاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس قبل ما تسيب الفيديو، اللايك الجميل، سبسكرايب الجميل، شير الفيديو بين زمايلك، تعرفهم إن شاء الله رحلة مع بعض السنة دي، ولحد ما ربنا سبحانه وتعالى يريد، مع بعض في الكورسات، فيديوهات مجانية، في اشتراكات ممكن تسأل، تخش على القنوات وتسأل الدعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.